بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي أخواتي صديقاتي ومتابعي قناة عالم سمسمة للكروشيه والتريكو، أهلا بكم. يا ريت لأول مرة تشوفونا تعملوا اشتراك في القناة، تدوسوا على السبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس وتدوسوا على علامة الكل عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. بحب أشكر كل من بدعم القناة بلايك أو كومنت أو شير. إن شاء الله النهاردة هنعمل الوردة الطبقتين دولت. دي الوردة اللي أنا كنت حطاها عاملاها فوق الشنطة، فوق القفل بتاع الشنطة. طبعا انت ممكن تحطيها في فستان في أي مكان. هعمل الدايرة السحرية بتاعتي عادي زي ما بعمل عقد الحلقة بتاعة البداية. بدخل الإبرة جوه الحلقة اللي أنا عاملاها على إيديا، وباخد لفة على الإبرة وأخرج منها، وبعدين لفة على الإبرة وأثبت عليها كأني كده أنا بقفل بمسك الدايرة بتاعتي. هاخد سلسلة ارتفاع دي مش محسوبة في العد. هنبتدي نعد بقى. ادي كده واحد، هعمل 10 غرزة حشو في الدايرة السحرية دي. ادي 2 3 ادي 9 ادي 10. انا لما هاجي ادخل الابرة، احنا قلنا ان في عندنا ادي ثواني، ادي الغرزة بتاعة الارتفاع اللي انا كنت عاملاها، مش هخش فيها. شايفين ادي الحلقة العرضية او السلسلة العرضية دهيت، هي دي اللي انا هخش تحت منها. هخش ادخل الابرة من الخلف للامام، وهسحب الخيط بتاعي كده هسحب الخيط بتاعي كده، هشد الخيط بتاع الدايرة السحرية. الخيط اللي انا سحبته ده هرجع تاني في الحلقة دي، اخر حلقة عندي. هاجي هنا ومن اسفل لاعلى كده، هاجي واروح سحبة الخيط تاني في قلبي. كمان مرة عشان خاطر اثبت عليها، هدخلها في الحلقة السلسلة من اسفل لاعلى، وهسحبها كده تاني. هي كده انا قطعت الخيط، وانا بقفل كده الدايرة السحرية بتاعتي. هربط الخيط ده كده مع بعضيه علشان اضمن ان ان مفيش حاجة تفك مني وانا بعمل الوردة. هشبك الخيط اللي هو اللون التاني بقى. هعمل 2 سلسلة بديل عن النص عمود. هعمل ادي 2 سلسلة، ادي 1 ادي 2. هعمل 2 سلسلة بين كل نص عمود والتاني، لفة على الإبرة. هسيب غرزة حشو اخش في اللي بعديها، لفة على الإبرة، وهعمل نص عمود تاني، 2 سلسلة، ادي 1 ادي 2. لفة على الإبرة، هسيب غرزة حشو اخش في اللي بعديها، وهعمل كمان نص عمود، 2 سلسلة، 2 سلسلة، لفة على الإبرة، هسيب غرزة حشو اخش في اللي بعديها، لفة على الإبرة، هعمل نص عمود، 2 سلسلة، هعد 2 سلسلة هنا، دي 1 2، وهقفل بغرزة منزلقة. هخش في الفراغ بتاع 2 سلسلة وهعمل غرزة منزلقة. هعمل غرزة حشو
وبعدين نص عمود، تلاتة عمود بلفة، ادي واحد، اتنين، ادي تلاتة، نص عمود، غرزة حشو. اللي عملته هنا كرره في كل الفراغات اللي موجودة عندي، غرزة حشو، نص عمود، تلاتة عمود بلفة، نص عمود، غرزة حشو، نص عمود، وبعدين غرزة حشو. هقفل بغرزة منزلقة، بس مش هقفلها كده، هاجي الف الشغل بتاعي وهخش هنا عند غرزة الحشو الاولانية هنا دي، وهروح جاية واروح سحبة البتلة اللي عندي دي وعاملاها رجعاها ورا. هرجع خطوة واحدة بس لورا كده، هرجع اسفة الفراغ اللي بين غرزتين الحشو دولت انا هعمل فيه غرزة حشو. يعني انا هاجي هنا هخش هنا ارجع اخد الخيط بتاعي ده واروح مرجعاه بين غرزتين الحشو. هعمل واحد، اتنين، تلاتة، اربعة سلسلة. هاجي ورا البتلة دي او الورقة بتاعت الشجر دي، وبين غرزتين الحشو دول اروح جاية عاملة غرزة حشو. انا عملت 4 سلسلة هنا، شايفين الفراغ اللي هنا ده اللي هو بين غرزتين، غرزة الحشو بتاعت الورقة الاولانية، الورقة دي والورقة دي، شايفين اهي اللي فوق النص عمود. انا هاجي بالخيط ده بتاعي وهروح شبكة من ورا كده، شبكة وعاملة غرزة حشو. 4 سلسلة تاني، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. هنا ارجع تاني هنا، اخش هنا واعمل المسافة دي، المنطقة دي كده، هعمل غرزة حشو. طبعا هيبقى السلسلة دي ورا البتلة اللي عندي، عشان انا هعمل الدور التاني بتاع الوردة. دي غرزة، لحظة بس عشان خاطر في هنا الخيط اللي طالع ده، انا هبقى اسحبه بالابرة او ادخله من تحت هنا، عشان لو قصيته هيطلع من ناحية تانية، فانا مش هقصه، انا هدخله من تحت في جوه الغرز. هعمل كمان 4 سلسلة، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. هاجي هنا هو هخش هنا غرزة الحشو، اول غرزة حشو انا عاملاها هعمل غرزة منزلقة، اقفل السطر بتاعي بيهم. هخش بغرزة منزلقة جوه الفراغ الاولاني اللي بتاع ال4 سلسلة ده، وهاجي اعمل ايه، هعمل غرزة حشو، نص عمود، عمود بلفة، عمود طويل، تلاتة عمود بلفتين، ادي واحد، ادي تاني عمود، ادي تالت عمود، عمود طويل، عمود بلفة،
نص عمود غرزة حشو. بقيت الصف التاني بتاع الوردة. هاجي اخش في الفراغ اللي بعديها، هكرر اللي عملته. لما سحبت الخيط ورا هبتدي ارجع اعمل تاني بنفس اللون. هعمل سلسلة تاني من ورا في نفس المكان. شايفين الفراغ اللي هو بين الغرزتين الحشو؟ هعمل فيه ادي هنا غرزة حشو، هنا هعمل 5 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5، وهشبكهم في المسافة اللي بين الاتنين حشو. وادي غرزة حشو اهي كمان، شايفين؟ هعمل كمان 5 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5، وفي الفراغ اللي بين غرز الحشو هعمل غرزة حشو. انا ده بنفس اللون يا جماعة بتاع الزهرة. ادي 1 2 3 4 5، وهعمل نفس الكلام هنا اهو لحد ما يبقى عندي 5 سلاسل في الظهر بتاع ورا البتلات الجديدة. هشبكها بقى في اخر السطر. هشبك بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو عندي. هقفل السطر بقى كده، خلاص على كده. ليه انا عملت كده؟ عشان انا لما عايزة اجي اعمل الورق بتاع الشجر بتاعي او بتاع الوردة قصدي، انا عايزاه يبقى بين الورقتين. فهاجي هعمل ايه؟ هروح جاية وفي منتصف القوس اللي انا شغلاه ده هو، هاجي اروح رابطة الخيط بتاعي اللي هعمل بيه الورق بتاع الوردة. هاجي في المنتصف بتاع القوس، وهاجي اروح عاملة 6 سلسلة، 6 أو 7، اليوم 7 عشان تبقى مرتاحة شوية. 2 3 4 5 6. شوف نجرب 6 الأول اللي ملقناهاش. 6 في منتصف القوس، اروح جاية في منتصف القوس، اروح جاية وعاملة غرزة حشو، وبعدين هعمل 6 سلسلة تاني. ادي 6، هعمل غرزة حشو في منتصف القوس، 1 2 3 4 5 6، وهعمل غرزة منزلقة اشبكها مع غرزة الحشو الاولانية اللي انا عملتها. هخش بغرزة منزلقة في القوس، وبعدين هعمل 1 2 3 كبديل لأول عمود. هعمل عمود طويل، ادي هعمل عمودين 3 أعمدة بلفتين، 3 أعمدة بلفتين. ادي 1 ادي 2 ادي 3. ادي عمود طويل، عمود بلفتين، 3 عمود بلفتين، 3 عمود ب3 لفات. ادي 1 ادي 2 العمود التاني بقى هعمل 3 سلسلة. ادي 1
ادي 2 ادي 3. هعمل بيكو، هخش فيه، شايفين الفرع القداماني ده والفرع القداماني ده، هخش تحت منهم بالإبرة، لفة على الإبرة، وهطلع بغرزة منزلقة فيهم كلهم، عمود ب3 لفات. ادي واحد، ادي العمود نمرة 3. هعمل 3 أعمدة بلفتين، ادي 1 ادي 2 ادي 3، عمود طويل، عمود بلفة. تبقى الورقة بتاعتنا بالمنظر ده، هتبقى بين البتلات بتاعة الزهر. هنعمل نفس الكلام اللي عملناه هنا، هنكرره في ال5 أقواس، بقية ال4 أقواس اللي جاية اللي بعد كده. عمود عمود، عمود طويل، 3 عمود بلفتين، 3 عمود ب3 لفات، 3 عمود بلفتين، عمود طويل، عمود بلفة. وفي العمود التاني اللي هو بتاع العمود ب3 لفات بعمل بيكو فوق العمود التاني. تالت عمود بلفتين، عمود طويل، عمود بلفة، هنقفل. سواء كنت بادئة بعمود بلفة او نص عمود، زي ما انت عايزة تعملي تشتغلي، بس المهم ان انت تتدرجي وتملي الفراغ ده. هو هخش هنا في السلسلة دي وهقفل السطر بتاعي على كده، بدخل الإبرة من الأمام للخلف، أسفل الخيط بدخله من الأمام للخلف، وبعدين بقفل. لو انت قلقانة ان هي تفك، ممكن تيجي مثلا تخشي في اي فتلة من دولت، اي فتلة بس يكون المهم يكون خلفية، اي فتلة، وتروحي جاية تروحي عاملة غرزة منزلقة. خلاص على كده. وهتقصي، يعني ما تقصيش فتلة طويلة قوي ولا قصيرة قوي، بحيث ان انت تعرفي تتصرفي تخفيها وسط الشغل اللي عندك. ممكن انت تحطي فص هنا في النص تديله منظر شوية، او تحطي مثلا 3 فصوص جنب بعض، 3 حبايات جنب بعض، تحطي 3 وحدات كده جنب بعض هنا في المنتصف كده. ممكن اللون الفضي اللي هو اللؤلؤي ده، وممكن ان انت تحطي اللون الذهبي ده، تعمليهم كده في المنتصف هنا. او تحطي فص واحد براحتك، الحاجة اللي انت شايفاها مريحة ليكي اعمليها، عايزة تسيبيها كده سيبيها براحتك خالص. ده كان فيديو النهاردة، الوردة اللي هي المجسمة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو ده هوت، ويكون خفيف عليكم ان شاء الله. طبعا الوردة دي بتنفع ان هي تتحط في اي حاجة، او تعملي لها ديكوريشن او برينتيشن لاي حاجة عندك. ممكن زي ما انا عملت كده حطيتها على الشنطة، زي ما انا عملت كده حطيتها على الشنطة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون يلقى استحسانكم. أتلقاكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة إن شاء الله، وحاجات
جديدة وحاجات مفيدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.